ماشي يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي الساعة بقت 9. يلا عشان تقومي تنزلي مع بابا تشوفوا النتيجة. يا ماما انا عايزه انام، وبعدين انا مش عايزه انزل مع حد من فضلك. لا يا حبيبتي هتقومي وهتنزلي. مش انتي اتفقتي مع بابا تروحوا تشوفوا نتيجة الثانوية العامة سوا؟ يلا بقى عشان بابا قلقان وعايز ينزل. يا ستي لو بابا قلقان يروح يشوف النتيجه بنفسه، انا شخصيا مطمنه وعارفه ان انا ناجحه وبتفوق كمان. وبعدين يا رشا انا خلاص تعبت معاكي، انا متوترة ومش عارفة اعمل ايه. يا ماما بقى سيبيني اكمل الحلم الجميل اللي انا كنت بحلمه ده، بقى حرام بقى كده. يا سامية كده هتأخر. صح البيت دي. محمود انا خلاص مش قادرة، اتصرف انت مع بنتك. مالها رشا مش عايزة تصحى ولا ايه؟ لا صحيها انت، انا خلاص كده تعبت. رشا اصحي يا رشا، اصحي يا رشا. بابا في ايه يا بابا؟ صباح الخير يا حبيبي، سيبني انام شويه بقى من فضلك. طبعا ما انت سهرانة قدام التلفزيون لحد الفجر. حق يا بابا، ما انا من اجازه السنه اللي فاتت وانا قاعده قدام الكتب والمذاكره، ما اسهرش ليه بقى قدام التلفزيون والفيديو؟ يا سلام، هو انت كنت بتمتحني ثانوية عامة لوحدك؟ ما انا وماما كنا بنمتحن وبنذاكر معاكي واعصابنا تعبانة معاكي. اعصابكوا تعبانه؟ انا مش فاهمه اعصابكوا تعبانه ليه، اذا كان انا شخصيا اعصابي ما كانتش تعبانه. زي ما حضرتك دكتور وليك وظيفتك، وماما محاميه وليها وظيفتها، انا كمان ليا وظيفتي، طالبه لازم تذاكر علشان تنجح اخر السنه من غير توتر ولا تعب اعصاب يا بابا. ماشي يا ستي، انا وماما اللي اعصابنا تعبانة وانت اعصابك مرتاحة، قومي معانا ريحي اعصابنا نشوف النتيجة. حاضر يا بابا، علشان خاطر عيونك انت وماما هقوم، ولو اني عارفه ان انا ناجحه وبتفوق كمان، واحتمال اطلع الاولى على الجمهوريه مش على المدرسه بس. رشا محمود 99% والأولى على المدرسة. أنا مش مصدق. ليه يا بابا؟ انا مش قلت لحضرتك؟ الحمد لله، ألف مبروك يا رشا. الله يبارك فيك يا بابا يا حبيبي. إحنا على يمينة، أنا جبت 84% بالعافية ودخلت كلية الطب. دخلت طب ب 84؟ شوف الدولار دلوقتي بكام. اركب يا رشا. معقولة التأخير ده كله؟ يا ترى يا بنتي عملتي ايه؟ وكمان قافل الموبايل يا محمود. انا مش عارفة ايه اللي ما خلانيش اروح معاهم. ايه يا رشا عملتي ايه يا حبيبتي؟ ايه يا محمود طمني. استني بس يا سامية ما نحط الحاجات دي. يا محمود انت هتجنني. ايه يا حبيبتي قولي. انا مش قلت لحضرتك ما تقلقيش؟ انت عارفة يا رشا لو ما نطقتيش مش هكلمك العمر كله. فرصتك يا بت، اوعي تنتجي. 99%. يا حبيبتي يا حبيبتي، ألف مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. انا مش فاهمه انتوا مستغربين قوي كده ليه؟ انا طالعه لكم بنتكم، دي جينات وراثيه. هما مش بيقولوا ان ابن الوز عوام؟ تخيلوا بقى لما يبقى الوز والوزه الاتنين عوامين. يا حبيبتي يا حبيبتي. مبروك يا سامية، بقينا وز. اما حته عزومه تجنن يا رشا. انجحي بقى كل يوم. حاضر. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا. ناويه ان شاء الله تخشي كليه ايه؟ اما انا عبيطه صحيح، دي جايبه 99% يعني احسن كليه. اكيد. طب ازاي يا بابا بقى؟ دي حاجة ليها علاقة بالوز والعوم. وناوية تتخصصي في ايه يا رشا ان شاء الله؟ عظام ولا جراحة ولا أنف وأذن؟ انا مش عايزه اخش طب اصلا يا بابا. يا حبيبي بنتك عبقرية في الكمبيوتر، أكيد هتخش كلية هندسة إن شاء الله، ماجستير ودكتوراه في كلية الهندسة. هندسة كفاية دكتور واحد في العيلة. انا ولا عايزه اخش طب ولا هندسه يا بابا. يبقى اكيد اعلام، صحافه، اذاعه وتلفزيون، ولا حط عينيكي بقى على اقتصاد وعلوم سياسيه؟ خالو انا عايزه اجي عندكم. عندنا فين؟ معهد فنون مسرحيه. ايه؟ تدخلي معهد تمثيل؟ معهد العالي للفنون المسرحيه. ايه يا بابا؟ عايزه ابقى ممثله زي طنط ناهد. أنت اتجننتي؟ الحق بنتك يا محمود، دي عايزة تبقى ممثلة. عن اذنكم يا جماعه، انا رايحه اتولد. ايه يا ساميه معقوله كده؟ ايه اللي كان ندي تبقى ممثله؟ انت ناسيه ان مراتي ناهد ممثله ولا ايه؟ يا مجدي أنا ما قلتش حاجة على ناهد مراتك، بس بنتي تبقى ممثلة معقولة؟ ومالها الممثله يا ساميه؟ ما ملهاش يا مجدي،
مراتك الأستاذة ناهد فنانة محبوبة والناس كلها بتحبها، بس الواحد يشتغل الحاجة اللي هو موهوب فيها، اللي أهله شجعوه عليها. عن اذنكم انا رايحه اشوف طنط ناهد. يا مجدي انا عارفه ناهد بتحب بنتي قد ايه، انا متاكده من ده، بس انا عارفه ان مهنه التمثيل دي مهنه متعبه كلها قلق وتوتر. ما انتش ناسي بابا الله يرحمه كان رافض فكره ارتباطك من ناهد قد ايه؟ فاكر لحد ما عزمته الله يرحمه على المسرح وشافها وهي بتمثل وسقف لها وانبهر بيها، وراح لها الكواليس في اوضتها، ويوميها خطبها لي بنفسه وكان سعيد، حتى خطبها وهي بلبس التمثيل. الله يرحمه. بقول لكم إياه، دخول معهد التمثيل صعب قوي. بس البت جت. انا مش لاقيه طنط ناهد في حته، عماله ادور عليها، على فكره هي مش في الحمام. دكتور مجدي؟ ايوه انا خير. متأسفة يا مجدي، حسيت بشوية تعب، روحت على البيت. كمل سهرتك وحصلني إن شاء الله سهرة سعيدة. مبروك يا رشا، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا رب. انا مضطر اروح دلوقتي. يا متر ايوه الحساب من فضلك. حاضر. هايل يا جماعة، برافو. نص ساعة بريك على ما تيجي الأستاذة اللي هتمثل قدامك يا مدام ناهد، وهنرجع نعمل المشهد مرة تانية. برافو عليكي يا طنط، كنتي هايله. رشا، إيه اللي جابك هنا؟ أنت هنا من إمتى؟ انا هنا من بدري جدا. مين الأمورة دي يا مدام ناهد؟ الأمورة دي بقى بنت أخت جوزي. ولو بس فيها كل مقومات النجمة، الشكل والصوت. ميرسي يا استاذ، ربنا يخليك. تعالي يا شقية، اطلعي اطلعي. هي دي بقى خشبة المسرح؟ هي دي بقى خشبة المسرح. هو ده مكاني يا طنط، صدقيني. حاضر يا حبيبتي، هنشوف الحكاية دي بعدين، بس تعالي جوه في أوضتي نرتاح ونتفاهم. يلا. شوف يا دكتور محمود، احنا زمايل واصدقاء، وبنتك رشا زي بنتي بالظبط. ما أنا عشان كده بسألك يا دكتور، ده غير إنك دكتور نفسي، عشان كده رأيك يهمني. الاهم من ده ان انا قابلت نفس المشكله مع ابني السنه اللي فاتت. إيه؟ كان عايز يمثل هو كمان؟ لا، كان عاوز يغني. فجاه طلعت في دماغه انه مطرب وصوته حلو، وقرر يدخل معهد الموسيقى يتعلم ويعمل شريط كمان، رغم ان مجموعه كان يدخله كليه الهندسه. وبعدين؟ ولا قبليه قدم في معهد الموسيقى وسقط في امتحان الاصوات. بعدها قرر انه يدخل كليه الهندسه، ولما يتخرج يسافر بره ويدرس غنى. ودخل كلية هندسة؟ ايوه. انت كمان يا دكتور محمود لازم تسيب بنتك تحقق رغبتها. لو ما قبلتش في معهد الفنون المسرحيه تبقى خلاص تاكدت ان ده مش طريقها، ولو موهوبه هتنجح ويقبلوها. يقبلوها وتبقى ممثلة؟ وماله لما تبقى ممثله؟ كيف يعني ممثلة؟ مش كفاية اللي بنسمعوه عن الممثلين والممثلات؟ دول في عالم تاني ودنيا غير الدنيا. رشا مالها بس ومال الناس دي؟ الناس دي يا دكتور محمود زينا بالظبط، كل الحكايه ان عليهم اضاءه اكتر شويه، والجرايد والمجلات بتلاقي في اخبارهم ماده مثيره بتعجب القراء وبتزود التوزيع. عموما انا ما افتكرش ان رشا موهوبه في الحكايه دي، على الاقل كان بان عليها كانت اشتركت فريق التمثيل في المدرسه ولا حتى مثلت علينا في البيت. يبقى خلاص سيبها تقدم في معهد التمثيل، ومش هتدخل وتدخل اي كليه جامعيه. المهم ان انتوا ما تمنعوهاش من تحقيق رغبتها، لانها تفضل طول عمرها حاسه انها موهوبه وانها ضحيه لانكم منعتوها. معاك حاجه يا دكتور، وهي طبعا لا موهوبه ولا حاجه. يا رب تسقط وما يقبلوهاش. اطلاقا يا رشا، انا مش زعلانه من مامتك صدقيني. امال ليه حضرتك سبتينا امبارح وقمتي وروحتي؟ يعني يمكن مش عايزه ادخل في مناقشه التمثيل وحش ولا لا، الناس اللي بتمثل محترمين برضو ولا لا، وبعدين ما تنسيش ان مجدي اخو مامتك، فبقيت عايزه اعفيهم من الحرج. بس حضرتك كان لازم تستني يا طنط، انا كنت معتمده عليكي في قضيتي مع بابا وماما. قضيتك؟ قضيه ايه بعد الشر؟ قصدي مشكلتي يا طنط، حضرتك الوحيده اللي كانت ممكن تقف جنبي وتساعدني. طنط انا فعلا عايزه اخش معهد فنون مسرحيه واكون ممثله زي حضرتك. رشا وفري عليكي وعليا المشاكل، مش معقول هقف معاكي ضد بابا وماما واساعدك وهم ضد رغبتك في التمثيل. يا طنط حضرتك مش هتبقي ضدهم ولا حاجه، حضرتك هتساعديني انا، هتساعديني عشان بتحبيني وانا بحبك. وبعدين يا طنط التمثيل ده هو مستقبلي، الطريق اللي انا فعلا شايفه نفسي فيه. تعالي نفكر بعقل وبهدوء ونتصرف بحكمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا محمود؟ جيت بدري ليه النهارده؟ خير في ايه؟ كل خير. انا اصلا النهارده ما رحتش الشغل، رحت مكتب التنسيق وديت ورق رشا. امال هي فين؟ نزلت من الصبح راحت المسرح القومي الناهي. كويس، راحت تصالحها يعني. وانا كمان كلمتها في التليفون عشان اصالحها بس ما كانتش موجودة. سبت لها خبر. الظاهر ان انا فعلا ضايقتها امبارح. يا ستي كله هيعدي. المهم ان فرص قبول رشا في مكتب التنسيق هايله، هتدخل اي كليه وهي مرتاحه. يا محمود دي عايزة تقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية. سيبيها تقدم. على فكره دخول معهد العالي للفنون المسرحيه ده صعب جدا. هتقدم ومش هيقبلوها وساعتها تدخل اي كليه تانية. وافرض قبلت؟ مش هتقبل. رشا خجوله. حكايه التمثيل دي طلعت في دماغها على غفله وهتطير من دماغها على غفله برضه. يا ريت يا محمود، يا ريت. خليني واضحه وصريحه معاكي يا رشا. ارجوك يا طنط. شوفي يا حبيبتي، في ناس كتير جدا بتقف قدام المرايه تعمل حركات بوشها، تعبر بوشها، فتعتقد او تتوهم ان هي جواها ممثل جامد جدا. لا ينقصه الا الفرصه مع مخرج كبير او منتج كبير يقدموا فيلم سينما، وهم بداخلهم متوهمين انهم ممكن ياخدوا الاوسكار. بس انا مش كده يا طنط. انا فعلا حاسه ان في موهبه جوايا وعايزه تطلع، عايزه امثل. عايزه تمثلي بقى علشان الشهره والفلوس واللبس واغلفه المجلات والجرايد؟ ابدا يا طنط. طب ما حضرتك اهو مثلا ممثله مشهوره بس عاديه وبسيطه ولبسك عادي، وياما دخلتي مهرجانات وخدتي جوائز. بتخليني احس انك معنى جميل، صاحبه رساله ووجهه نظر. احترامي ليكي بيزيد واعجابي بيكي بيكبر. يا طنط حضرتك بالنسبه لي مثل وقدوه وامل. ياه، للدرجه دي؟ هي دي الحقيقه يا طنط. ده انت طلعتي حكايه. على فكره بقى يا رشا، انا هقف جنبك واساعدك، وكمان خاله مجدي لازم يقف جنبك ويساعدك. هنفضل معاكي وحواليكي بندفعك لحد ما تخلصي المعهد وتتخرجي وتبقي سوبر ستار ما حصلتيش. المشهد اللي هنعمله ده جاهز يا عادل؟ مش ناقص غير الاستاذه ناهد والانسه ناني. الاستاذه ناهد قاعده في اوضتها هنبعت لها، انما فين الاستاذه ناني؟ انا هقول كلامها النهارده، اصلها مشغوله عندها مسلسل تلفزيون بتصوره. مسلسل ايه يا ابني؟ دي بقالها 7 بروفات ما بتجيش. ما هي بتصور يا استاذ، مره مسلسل ومره فيلم ومره سهره. يعني ايه مش فاضيه ويعني ايه بتصور ويعني ايه مشغوله؟ ما دام مشغوله يا اخي تعتذر، المسرح ده عايز التزام، عايز احترام، شوفوا حد غيرها يعمل الدور. معلش يا استاذ، نستنى لحد بكره وبعدين يحلها الف حلال. انا جاهزه يا استاذ يوسف، نبدا بروفا. ثواني يا مدام ناهد، ثواني. طب بعد اذنك ممكن تقعد الموهبه الجميله دي جنبك لحد ما اخلص بروفا؟ طبعا، اتفضلي يا انسه. روحي يا رشا. على فكره يا رشا، استاذ يوسف مش مجرد مخرج مسرحي كبير، ده كمان استاذ في المعهد العالي للفنون المسرحيه اللي انت بتحلمي تدخليه. ما انا عارفاه طبعا يا طنط. تعرفيني منين بس يا بنتي؟ ده انا من جيل وانت من جيل تاني خالص. هو في حد ما يعرفش حضرتك؟ المحروسه والسبنسه واهل الكهف وجيفارا. حضرتك مخرج كبير جدا. معقوله الجيل الجديد يعرف حاجه عن المسرحيات دي؟ طبعا، ثم انا كمان غاويه مسرح، والسنه دي باذن الله هقدم في المعهد. كمان؟ والله يا استاذ انا بحلم بحاجه جامده قوي، واكيد مفيش غير حضرتك اللي هيقدر يحققها لي. يا سلام، انت تؤمري. نفسي حضرتك تشوفني وانا بمثل وتقولي اذا كنت موهوبه ولا لا. تحت امرك يا ستي. اول ما نخلص البروفا انا هقعد معاكي. واول ما نخلص البروفا ليه يا عادل؟ ايوه يا استاذ. اقعد مع الانسه 10 دقايق تقرا معاها دور الست اللي مش فاضيه مشغوله في 50 مسلسل و70 سهره دي. مين عارف، يمكن نكتشف ان احنا قدام موهبه واحنا مش واخدين بالنا. هتقعدي مع عادل المساعد بتاعي، هتقري معاه 10 صفحات، وبعدين تطلعي جنب طنط ناهد تمثليهم، وساعتها هنعرف اذا كنت موهوبه ولا موهومه. بجد يا استاذ؟ طبعا بجد، المسرح ما فيهوش هزار. اتفضلي يا استاذه. استاذه مره واحده؟ رشا اتاخرت جو. طبعا، ما هو من ليه احباب ونيس اصحابه. احباب مين واصحاب مين؟ ما ناهد دلوقتي بقت حبيبتها، انما انا وانت بقينا اصحابها. بنتك عايزه تخش المعهد العالي للفنون المسرحيه، وعشان كده ناهد بقت اهم واحده في حياتها. ممكن يكون ده مؤقتا، بس اول ما تعرف انها فاشله في التمثيل هتغير رايها خالص. بقول لك ايه يا سامي؟ قول يا دكتور. ما لاحظتيش عليها اعراض فن، بوادر تمثيل؟ انت بتتكلم كده ليه يا دكتور؟ كأنك بتشخص حالة مرضية. بحكم المهنة، بس أنا فعلا مستغرب جدا. البت عمرها ما اشتركت في فريق تمثيل في المدرسة،
ما لاحظتيش انها بتحب تروح السينما او تشوف مسلسلات التلفزيون؟ جايز. هي طول عمرها بتحب ناهد قوي، بتعتبرها القدوة والمثل الأعلى بالنسبة لها. مفيش مسلسل ولا مسرحية لناهد ما اتفرجتش عليه. ده مش كفايه عشان يخليها تشبط في حته التمثيل دي. ما تنساش كمان إنها عاشت فترة من حياتها معاها، الفترة اللي سافرنا فيها لندن وانت بتحضر الدكتوراه، ودي فترة خطيرة جدا، فترة المراهقة. كمان ناهد بتحبها جوي. حكايه ان ربنا ما انعمش عليها بولاد خلاها تعوض ده في رشا. بقول لك ايه، ما تاجي نروح لناهد المسرح اهو، نبلغ رشا بحكايه مكتب التنسيق دي وبالمره نطمن عليها. دي حاجه تجنن. انت لو مخبيه عني حاجه يا ريت تقوليها لي. حاجه؟ مفيش حاجه. انا زي اختك، يعني يا ريت لو جواكي حاجه اتكلمي بصراحه، افتحي لي قلبك. ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما تقدريش ليه؟ هي حاجه خطيره؟ اتكلمي. ما ينفعش، ما اقدرش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ انت مش كنتي عايزه العالم يتخطط علشان يسعد؟ انا كنت عايزه العالم يتخطط علشان يسعد. وهو سعيد. وش عرفك؟ انت بتشكي في كلامي؟ انزلي في وسط الناس، اعملي استفتاء، اسمعي رايهم، اقري جرايد، اسمعي الراديو. حتى لو الناس سعداء انا مش سعيده. ولا انا كمان سعيده. هايل هايل هايل، برافو برافو يا رشا، برافو يا بنتي، برافو برافو. انت نجمه جديده، مبروك علينا كلنا. صور الاكتشاف ده. بجد يا استاذ؟ الا بجد، لا بجد بجد كمان. صور بورتريه. عادي. ايوه يا استاذ. عايز الشؤون الاداريه وتعمل لي عقد فورا للانسه رشا. تحت امرك يا استاذ. بنتنا اللي كانت بتمثل دي. تصور. انت معانا يا رشا في الروايه دي، وانا بنفسي اللي هدربك على مشاهد امتحانات المعهد. سامعه يا طنط؟ يا بنتي احنا كل كام سنه لما بنتكعبل في ممثله موهوبه وطبيعيه وتلقائيه زيك. ما عندكيش فكره يا رشا انا سعدت بيكي قد ايه النهارده. انا كمان فرحانه قوي قوي. شايفه مين في الصاله يا طنط؟ مين يا رشا؟ بابا وماما. اهلا يا دكتور، اهلا يا مدام ساميه. شفتوا بقى الكنز الفني اللي عندكم في البيت وما انتوش واخدين بالكم منه؟ طبعا شفنا. استاذ يوسف، دكتور محمود ومدام ساميه، والد ومامة رشا. اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا. انا يشرفني معرفتكم. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام. اهلا وسهلا. دكتور محمود، الاستاذ يوسف مخرج مسرحي كبير جدا، مش على مستوى مصر بس، مصر والوطن العربي، وشهادته لبنتك شهاده كبيره جدا. الحقيقه بنتكم موهوبه وهتبقى نجمه المستقبل. هننشر الكلام ده يا استاذ؟ انت تنشر الكلام ده وبالبنط العريض كمان. على فكره بقى الدور اللي اداهولي انكل يوسف ده فرصه هايله جدا. مين انكل يوسف ده؟ انكل يوسف المخرج يا ماما. ما شاء الله، خلاص انكلتيه، بيجي واحد من العيله. وعلى فكره بقى الدور ده مش ممكن اي ممثله تمثله. عارفين مين اللي كانت هتمثله بدالي؟ رانيا شفيق. رانيا شفيق الممثله المشهوره بتاعت التلفزيون وخريجه المعهد. وبعدين بقى انكل يوسف هو اللي هيدربني على مشاهد دخول المعهد. انكل يوسف، انكل يوسف، من فضلك انا مش عايز اسمع كلام في الموضوع دلوقتي. عايش انت في الكتاب ولا على بالك؟ ولا على بالي ايه بس يا سامي؟ من فضلك يا محمود سيب الكتاب اللي في ايدك ده، انا عاوزه اتكلم معاك في موضوع مهم.
قول يا ست انا تحت امرك. رشا هتضيع مننا. هتضيع مننا ليه بس؟ اللي بيحصل ده كتير على بنت في سنها، تمثيل ومسرح ومخرج. بنتي خلاص راحت في سكة ناهد. ايه سكة ناهد دي؟ التمثيل يا محمود. بقى معقولة بعد التعب اللي تعبناه والمذاكرة والدروس والمجموع الكبير بنتي أنا تبقى ممثلة؟ انا مش هنكر اني قلقان زيك بالظبط، بس برضك مبسوط برأي واحد زي يوسف امين فيها. مسرح الدولة بجلالك قدره بيتعاقد معاها من قبل ما تخش المعهد. مبسوط بإيه يا دكتور؟ فرحان إنك هتبقى أبو الممثلة؟ اهدي بس يا سامية. اولا المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعرف بكرة الصبح فيه ايه. البنت طلعت موهوبة فعلا، والضغط عليها دلوقتي مش هينفع. يعني نعمل إيه؟ نسكت على اللي بيحصل؟ انا ما اقولش كده، نصبر شوية. انا قدمت لها ورقها في مكتب التنسيق، يمكن لما تقبل في كلية كبيرة تغير رأيها. هي ناهد. أيوة ناهد. ناهد ما خلفتش وعايزة تخطف مني بنتي. يا سامية بلاش الافكار دي، ناهد ملهاش دعوة بالموضوع ده خالص. يعني إيه؟ هنعمل إيه؟ مش هنعمل الا اللي هنقدر عليه يا سامية، والمستقبل في يد ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ونعم بالله. مبروك يا دكتور. ألف مبروك يا دكتور. مبروك على ايه؟ من ساعة ما دخلت المستشفى والناس كلها بتقول لي مبروك، ايه حصل فيه ايه؟ يظهر حضرتك ما قريتش جورنال النهارده. في ايه جورنال النهارده؟ صورة رشا بنت حضرتك منورة الجورنال. ايه دي؟ رشا محمود أحدث اكتشاف للمخرج يوسف أمين، الذي أسند إليها دورا هاما في مسرحيته الجديدة، وأعلن أنه سيتبناها فنيا وسيعمل على إلحاقها بأكاديمية الفنون لاستكمال دراستها. رشا من المتفوقات في الثانوية العامة وابنة طبيب معروف، عشان كده كلهم بيباركولي. أمال إيه يا دكتور؟ دي حاجة هايلة. هايلة؟ طب دخلي لي أول مريض. تحت أمرك يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك لبنت حضرتك. أنت كمان؟ اطلع بره بره. خلاص يا رجاله، اللي قلته دلوقتي هو اللي هيمشي ويكون، مش عايز مشاكل تاني. وبعدين انتم اهل وعيله، ما يصحش تختلفوا. ولا ايه يا عبنا بي؟ كلامك على راسنا من فوق يا عمده، وكلمه العمده ما تتردش ابدا. والله قلقان منك انت يا ديب، تعرف لو كلمه اتردت بخبرك. اتفضلوا يا جماعه، قوموا شوفوا مصالحكم واحوالكم. ربنا يخليك لنا يا عمده، يا ابو الاصول والشهامه كلها. السلام عليكم يا عمده. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا ابوي. مع السلامه يا عبنا بي. يا خالد، عاوز حاجه؟ لا ابدا يا عمده، كنت عايزك تقرا جورنال النهارده. وفي ايه جورنال النهارده؟ اتفضل يا عمده. ومين السنيوره الحلوه دي؟ مش معقوله يا عمده مش عارفها، دي رشا بنت عم الدكتور محمود، ده حتى اسمها مكتوب تحت. بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقت عروسه. اقرا بقى اللي تحت الصوره. ايه ده؟ انا مش مصدق. لا صدق، ده جورنال محترم قوي ومش ممكن يكذب ابدا. ما صدفه عجيبه، واحنا اللي كنا متفقين نسافر لهم النهارده. ربك رتبها من عنده، كلها كم ساعه ونعرف الخبر ده حقيقي ولا لا. بقول لك ايه، قوم انت شوف الجماعه عملوا ايه في الزياره، هناخدها معانا وجهز العربيه من مجاميعه. حاضر يا عمده، بس رشا بنت عمي بقت حلوه قوي مش كده؟ حلوه صحيح. بقول لك ايه، احترم نفسك، قوم. حاضر ماشي يا عمده ماشي. لو كبرت بنتك يا دكتور محمود، لو صورتها تطلع في الجرايد. انا مش فاهم انت متضايق ليه يا دكتور محمود؟ المفروض تبقى مبسوط وفرحان كمان. انا مش عارف مالي، يمكن صعبان عليا المجموع الكبير اللي رشا جايباه يروح حضر. ليه ما تكونش دكتوره ولا مهندسه؟ طب تعالى نحسبها من ناحيه الندره. ندره؟ ايوه الندره. خد عندك مثلا الدفعه اللي بتقبلها كليه الهندسه وكليه الطب وكليه الصيدله كل سنه بيوصل عددها للالوف. اما دفعه معهد التمثيل ومعهد السينما ومعهد الموسيقى ما بيزيدش عددهم ابدا عن 20. يبقى مين اللي نادر وقليل؟
انا فاهم قصدك يا دكتور، بس اشمعنى رشا؟ اشمعنى بنتي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اختصها دونا عن غيرها بشيء جميل وبديع اسمه الإبداع، ودي موهبة غالية جدا ومميزة جدا. ولا أنت العرق السعيد اللي جواك اشتغل؟ عشان يمكن بنسمع وبنقرا حاجات عن الفنانين. ده سببه الشهرة والنجومية اللي هم فيها وعيون الناس اللي عليهم، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيقعدوا فين. لكن الأساس هي التربية والنشأة والأسرة، هي دي في النهاية اللي بتحكمهم. وكل مجال فيه كويس والوحش، وانت عارف كده كويس يا دكتور محمود. على رأيك يا دكتور، أجله ما سمعناش في مجال التمثيل يعني إن في فيلم موت بني آدم، ولا مثلا ممثل نسي فوطة في بطن متفرج. ده إيه النشاط ده؟ رايح النادي ولا إيه؟ نادي ايه يا بابا؟ دي شويه تمارين كده، اعداد ممثل يعني. قريت اللي في الجورنال النهارده؟ ما انت عارف يا دكتور اني ما بقراش جرايد. في ايه يعني؟ اجري وانت تعرفي. معقوله؟ دي صورتي وايه اللي مكتوب ده كمان؟ انت قريت يا بابا؟ قريته بدال المرة 10 مرات. رشا محمود أحدث اكتشاف للمخرج يوسف أمين، متفوقة وبنت طبيب مشهور. دول كاتبين عنك كمان يا بابا. ماما تعالي بصي يا ماما شوفي كاتبين عليا ايه. ماما قرت ومش مبسوطة. ليه يا بابا؟ ده أنا حتى مبسوطة أوي. استغفر الله العظيم. تليفون عشانك. مين؟ اخوك العمده من البلد. الو يا عمده، والله انتوا كمان وحشني. معلش ظروف يا عمده، انت عارف بقى مشاغل المستشفى والعياده. الحمد لله نجحت، جابت مجموع كبير. انت عرفت كيف؟ قريت الخبر في الجرايد. لا ماشي يا اخوي، تنور طبعا، في انتظاركم ان شاء الله. مع السلامه. اخويا كمان قرا الخبر في الجرايد وجاي النهارده هو وابنه خالد. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. فضيحة ليه يا ماما؟ ما هو خبر محترم في جورنال محترم، وكاتبين كمان انها متفوقة وبنت طبيب مشهور. وانك بقيتي ممثله، اهلك الصعايده بقت لهم بنت ممثله. وفيها ايه لما الصعايده يبقى لهم بنت ممثله؟ ما سناء جميل نفسها اهلها كانوا صعايده وهي كانت ممثله، ونادية لطفي كمان. فيها ايه يعني؟ فيها ان عمك النهارده جاي هو وابنه بسبب الخبر ده. اعمل ايه؟ يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ انا مش فاهمه يا بابا ايه اللي مضايق ماما دلوقتي. نفسي افهم ايه الغلط اللي في الخبر ده يعني. بلاش انفعالات يا رشا، خلي الازمه دي تعدي على خير. ازمه ايه يا بابا؟ انا مش فاهمه حاجه والله. بعدين هتفهمي. المهم دلوقتي يا رشا ما تروحيش البروفه بتاعت المسرح دي. ما ينفعش يا بابا ما اروحش. استاذ يوسف بنفسه عمل البروفه دي مخصوص علشاني، عشان الحق زمايلي اللي بقالهم شهر ونص بيعملوا بروفات من غيري. يا بابا النهارده كمان هيديني المشاهد اللي هخش بيها المعهد يا بابا. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. مهم قوي يا رشا تقري كل الكتب دي. التمثيل يا حبيبتي مش مجرد كلام او احساس او تقليد. مهم قوي ان الممثل يبقى مثقف. هتقري في الادب، في الشعر، في السياسه، في الاقتصاد، في علم النفس. اللي بيميز ممثل عن ممثل ثقافته. وانا هقرا الكتب دي كلها لوحدي؟ على قد ما تقدري، والحاجه اللي تقف قدامك تعالي لي وانا اساعدك فيها. والله يا طنط اذا كان عن مساعده انا عايزه حضرتك تساعديني من دلوقتي. خير؟ خير يا طنط. عمي العمده اخو بابا. ماله؟ زمانه عندنا دلوقتي في البيت هو وابنه. طب ودي فيها ايه؟ عايزاني اجي معاكي؟ يا ريت يا طنط. انا ما عنديش مانع، على الاقل اشوف ماما اتصدمت قوي ليه يوم ما كنا بنتعشى مع بعض لما انتي قلتي انك عايزه تبقي ممثله زيي. يعني هتيجي معايا؟ طبعا هاجي معاكي، بس الاول هكلم خاله مجدي علشان يحصلنا على هناك. كانت ايام. بس تعرف يا محمود، اكثر حاجه عجباني فيك انك لسه محتفظ باللهجه بتاعتك. مصر ما غيرتكش. اللي ينسى اصله وفصله الدنيا كلها تنساها يا جناوي. بس برضه اخويا انا عاتب عليك، يعني بقالك سنين وسنين ما زرتش اهلك وناسك في البلد. حتى لما بتاجي يعني في مناسبه كده ولا كده ما بتقعدش طيار يعني. المشاغل والظروف يا جناوي، بس انت معاك حق. مع اول اجازه هقضيها كلها في البلد. يا ريت، هتلاقي كل حاجه موجوده، يعني كانك في مصر.
عندنا في البيت التكييف والتلفون والدش كمان. والدش كمان. وجبت المحمول يا جناوي. وبتبعت مسج. ما بديها مزداد. التكنولوجيا عندنا في الصعيد فتحة على الخامس. عندك الواد خالد ولدي طول النهار قاعد على الكمبيوتر بيكلم ناس على الانترنت، بيعمل تشات. كمان تشات. ما شاء الله. ما قلتليش يا محمود، امال السنيوره بنتك اتاخرت ليه؟ لا ما تاخرتش ولا حاجه، زمانها جاي. هي جابت مجموع كام يا عم؟ جابت يا خالد 99%. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايف المجاميع؟ أزيد منك ب15%، إنما أنت مقضيها جيمز. ده كان على أيامنا السيجة. يا رشا جت أهي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا، يا مرحبا بأم 99. اهلا بعمي العمده، ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. أهلا بيكي. مش خالد برضو ابن عمي؟ خالد ولد عمك. ازاي؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجايبانا معاك النور كله، الست ناهد شخصيا. يا مرحبا، ازيك يا ست الكل؟ فينك؟ بقالنا سنين ما شفناكيش من ساعة ما حضرنا فرحك على الأستاذ مجدي، ازيه؟ الحمد لله بخير. هو المفروض كان جاي معايا يا عمده بس الحقيقه انشغل. ازيك انت يا حضرة الأستاذة؟ يعني انت منورنا التلفزيون بالمسلسلات والمسرحيات بتاعتك، يعني انت رافعة راسنا في البلد، عارفة البلد كلها والدنيا كلها تعرف انك قريبتنا. الشرف ليا انا يا عمده، كتر الف خيرك، متشكره قوي. وهم في البلد مبسوطين انها قريبتنا يا عمده. خبريه ده احنا بنفتخر بيها، بس يعني بصراحه يعني انا عاتب عليكي. نظره لينا احنا الصعايده، يعني احنا عندنا في البلد برضه قصر الثقافه في مسرح كبير ومحترم، يا ريت تزورونا بمسرحيه من مسرحياتكم. ان شاء الله هيحصل يا عمده، وعد مني هيحصل باذن الله. وعد الحر دين عليه. طب ما احنا فيه ما تجب المسرحيه اللي بتعمليها اللي مشتركه معاكي فيها رشا بنت اخوي. الله، هو حضرتك عرفت ان رشا شغاله معايا في المسرحيه الجديده بتاعتي؟ يا سلام، خبريها يا استاذه، احنا ما بنقراش جرايد ولا ايه؟ وعرفت كمان انها تدخل معها التمثيل. ربنا يوفقها واشوفها يا رب زي جوليا روبرتس. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا. اتفضل يا رشا. ما شاء الله يا عمده عليك. وكمان حضرتك عارف جوليا روبرتس؟ ما تستغربيش، انا اصل زمان كنت غاوي شعر وزجل، وكنت قارئ نهم لادب نجيب محفوظ ويوسف ادريس ومقام سيدي عبد الرحيم. دول العموديه ومشاغلها لكنت بقيت عبد الرحمن لبنود الثاني. ما شاء الله عليك، فنان يا عمده. بس البركه في خالد ولدي. ماله خالد يا عم؟ الا ماله. بص يا رشا، خالد ماشي معاكي سنه بسنه. برضك السنه دي كان في ثانويه عامه، بس بصراحه كانت وقعته مربربه. جاب مجموع يعني قعدوا في السبنسه مش زيك في البريمو. جينا نزوركم في الاول وبعدين يعني في حاجه دايره في دماغ خالد. وانت بقى يا خالد ناوي على ايه؟ هتخش شرطه ولا حربيه ولا هتخش الجامعه عادي؟ واتيفر مش هتفرق، بس انا نفسي اخش معهد سينما قسم اخراج. ايه ده الهنا اللي انا فيه ده؟ مش معقوله. عشان العيله تبقى مليانه مشاهير. يا رب يا خالد يا ولدي اشوفك زي ولد الطيب عاطف. الله يرحمه، ولا زي رضوان ولد الكاشف. الله يرحمهم التنين، ما هم التنين من عندنا. يا اهلا يا اهلا يا عمده، مصر كلها نورت. يا اهلا بيكي. مش ناوي تعشينا ولا ناوي خفيفين؟ ياه، 5 دقايق والاكل يكون جاهز، مش باقي بس غير السلطه. لا، السلطه دي بقى تخصصي انا، مش كده ولا ايه يا سمسم؟ صح يا نهون. يلا نعمل. نور يا عمده. الله يخليك. انا عارفه ان انت زعلانه مني. الحقيقه انا كنت زعلانه، انما طالما جيت لحد هنا النهارده قلبي صافي يا لبن زي الفل. كله من البنت الشقيه اللي اسمها رشا. على فكره بقى، رشا موهوبه وحساسه، وانا شخصيا متنبئه لها بمستقبل رائع في التمثيل. في التمثيل يا ساميه. انا عايزه اقول لك حاجه، انا بحب رشا من قلبي كانها بنتي اللي انا ما خلفتهاش واللي ربنا ما رزقنيش بيها. عارفه، والله عارفه يا ناهد. خلاص، ما دام هي اختارت سكه الفن يبقى انت المسؤوله عنها. انت امها في الفن وانا امها في البيت. اتفقنا؟ اتفقنا، واحنا عمرنا ما اختلفنا. بقول لك ايه بقى، يلا نهجم على السلطه نخلصها، لان هم بره جعانين، لو ما طلعناش بالاكل هيهجموا علينا ياكلونا احنا. يلا بينا. سبحان الله،
الولاد بقالهم سنين ما شافوش بعض، واول ما تقابلوا شبكوا ببعض وهات يا كلام. صحيح يا ولاد، الدم يحن. الظاهر مش الدم بس اللي بيحن، الفن كمان بيحن. ولدك عايز يبقى مخرج وبنتي عايزه تبقى ممثله. بقول لك يا محمود، انا اسمع يعني ان في مخرجين كتير بيتجوزوا ممثلات زمايلهم. قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه، انا بس اصل بصراحه يعني حلمت لما شفت بنتك وولدي قاعدين مع بعض، قلت جايز الجيل الجديد يجمع شمل الاخوات بعد ما فرقتهم الدنيا. انما انت مش شايف يعني انها حكايه غريبه ان بنتك وولدي يفكروا في حكايه الفن والتمثيل والسيما دي اول مره تحصل في العيله، شوطه ولا ايه؟ ان جيت للحاج مش اول مره، انت مش فاكر زمان ولا ايه؟ لا ما فاكرش، فكرني. لما ابونا الله يرحمه بعتنا على مصر عشان ندرس في الجامعه، كنا كل يوم خميس نروح السينما نتفرج على 3 أفلام ب3 ساغ ونص. فاكر او ترجع انت البيت تقف قدام المرايه او تقعد تقلد في يوسف بيك وهبي، اغرب عن وجهي عليك اللعنه، اخرج من بيتي. مين ده؟ انا؟ امال انا. طب ما انت كنت بتقف قدام المرايه وتقلد اسماعيل ياسين. والنبي يا هم. طب بس خبر ايه؟ انت ناس ان العمده دلوك ولا ايه؟